بعد ما خلطت مزيان السكر كلاصي مع الزبده، هانتوما كتشوفوا النتيجه. انا غادي نضيف دابا المقادير الاخرين. غير نصيحه بالنسبه للبنات اللي ما كيصدقش ليهم الصابلي والعجينه الصابلي، فالسر انه خاصكم دائما ديروا السكر كلاصي، عمركم ما ديروا سنيده، حيت الا درنا سنيده في الصابلي كطلع العجينه ماشي هي هذيك وما كيصدقش لينا. فهذه النصيحه الاولى. كنضيف البيض، 2 بيضات، كنزيد عليهم كاس ديال الزيت، هنا كاس ديال نص كاس ديال المزهر. المزهر حتى هو مهم الا بغينا العجين تصدق. عندي هنايا خميره وحده وسكر دو فاني، وعندي ما يعادل نص كيلو ديال الدقيق. اما بالنسبه لهاد اصفر البيضه والكاكاو فغادي تعرفوا واش بغيتو من بعد. انا غادي نخلط هادشي وغادي نضيف الدقيق ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشوفوا العجين. من بعد ما عجنت العجين ديالي تتكون هكا عجينه رطبه، انا وضعتها في بابي سولوفون، غادي ندخلها للثلاجه بعدا مده نصف ساعه. ولكن قبل انا خديت واحد شويه من العجين، نقولوا الربع ديال العجين ها هو، غادي نزيد عليه هاد اصفر البيضه، وغادي نضيف ليه الكاكاو باش تولي عندي هاد العجينه سوداء، وغتكون شويه كريميه اللي غادي نزين فيها هاد العجينه البيضاء. انا غادي نعجن هذا حتى هو، غادي نحطوه يرتاح نصف ساعه وغادي نرجع باش نشكل ان شاء الله العجين. انا قطعت العجين ديالي بهذا المقطع هذا اللي هو مربع، فانا غادي نحط هذا العجين في الطاوه ديالي وغادي نجيب باش غادي نزوقها من الفوق. من بعد ما كنقطع هذا الكاطو ديالي كنحطو في اللاطه اللي غتدخل في الفران، كنجيب بيض ديال البيض غادي نمسح به هذا الفوق هذا. علاش؟ باش تلصق معايا هاد لاباط اللي غادي ندير من الفوق. غادي نوريكم واحد ربعه ديال من بعد ما كندير هاد الابيض ديال البيض، نجيب هذيك لاباط اللي كنت درت هذه كنديرها في جيب حلواني او في هاد بحال هكا، وكنبدا كندير كنشكل دوائر على هاد الكاطو هذا. بعد ما كملت الحلوه ديالي التشكيل ديالها، انا غادي نزيد عليهم لي زامون ديفيلي كما كتشوفوا معايا. انا غادي نبقى نوضع شويه ديال البيض ديال البيض هنا في هذا الداخل هذا، بعد ما وضعت البيض ديال البيض غادي ندير لي زامون ديفيلي هكا. غادي نستمر على الطريقه هذه وغادي ندخل الحلوه ديالي للطيب في الفران ان شاء الله، ونتلاقاو. هذا هو الصبلي ديالي. من بعد ما كيطيب انا كنزيد عليه ندردر عليه شويه ديال السكر كلاصي. نتوما كتشوفوا النتيجه، كنتمنى ان يعجبكم وتجربوه، فهو لذيذ صراحه ديال المناسبات. ان شاء الله تجربوه. كنتمنى انكم تدعموني بجيم او بتعليق على القناه، وشكرا، الى اللقاء.